تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش ليلة أمس الأربعاء من إلقاء القبض على فتاة 20 متورطة في جريمة قتل بشعة راح ضحيتها مهاجر أوروبي بعد تقطيع إلى أشلاء ورميها بمجموعة من حاويات الأزبال بمقاطعة جليز. وحسب ما توصلت به شوف تفي من مصدرها، فقد اعترفت الظنينة بتفاصيل جريمة القتل، كما تم تحديد مكان دفن رأس الجثة باحد المزابلي بهوامش المدينة الحمراء، حيث تستعد العناصر الأمنية للانتقال في القادم من الساعات إلى عين المكان. ولم يستبعد المصدر نفسه أن يكون قد تم تحديد هوية شركاء الظنينة في جريمة القتل التي هزت مدينة مراكش في الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم. تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية بمراكش عثرت يوم السبت 10 يونيو الجاري على أطراف بشرية بزنقة العلوي بجليز عبارة عن يد ورجل، قبل أن يتم العثور على باقي الأطراف بزاوية للأزبال بحية بين القشالي، حيث تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بباب دكلة بمراكش، قصد إخضاعها للتشريح الطبي بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش.